تخيل تصحى كل يوم الصبح وتبص في وش مراتك وتقول دي ظهري وسندي، وفي الآخر تكتشف إن هي نفسها اللي بتحفر لك قبرك بإيديها. قضية خيانة وقتل كسرت كل القلوب، والكارثة إن فضحها ما كانش البوليس. يا ترى مين اللي فضحها وإزاي اتقلبت حياة عيلة كاملة لكابوس؟ أهلا بيكم، أنا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. في 2007 في حي شعبي في القاهرة كان عايش عاطف، راجل عنده 43 سنة، ومراته نسرين اللي كان عندها 27 سنة، وولادها الاتنين كنزي 5 سنين وعمرو 3 سنين. عاطف كان راجل طيب وحنين، بيحب مراته وولاده أكتر من نفسه، وكان بيعمل أي شغلانة يلاقيها قدامه عشان يوفر لهم عيشة كريمة. لكن الظروف كانت قاسية والفلوس قليلة، لدرجة إن أهله ساعات كانوا بيساعدوه. نسرين بقى كانت خريجة حقوق شغالة في مكتب محاماة، بس عاطف كان دايما يقول لها خلي مرتبك ليكي، انت الهاني وانا اللي عليا اصرف على البيت. كان بيدلعها جدا وما كانش بيناديها غير بالهاني، وكان بيجيب لها كل طلباتها. السعادة دي فضلت ماشية لحد ما قرر عاطف يسافر بره مصر، وفعلا جات له فرصة حلوة في شركة سياحة، وسافر واشتغل هناك وبدأ يبعت لهم فلوس، وقال لمراته سيب الشغل وركزي في البيت والعيال، وهي وافقت. السنين عدت والفلوس بقت كتير، وعاطف كل ما ينزل مصر يا إما يشتري أرض أو يحوش. وفي 2017 نسرين قالت له العيال كبروا والشقة بقت صغيرة علينا، عايزين مكان أوسع. عاطف وافق وبعت لهم الفلوس، ومن هنا دخل حياتهم وائل السمسار. وائل ساعدها تلاقي الشقة اللي بتحلم بيها، وبعد ما خلص دوره قال لها لو احتجت أي حاجة كلميني. ومن هنا بدأت الكارثة. ومن يوم ما نقلت نسرين للشقة الجديدة حياتها اتغيرت تماما، بقت عصبية جدا ومشاكل من غير سبب وطلبات كتير وإهمال لولادها. ساعات تقفل على نفسها الأوضة بالساعات. وجوزها عاطف اللي ما كانش حاسس بحاجة، راجل متغرب وشيان وكل اللي عليه يوفر حياة كريمة لمراته وعياله. بس اللي بدأت تشك وتلاحظ الكلام ده كله بنتها كنزي. وفي 2019 عاطف صحته انهارت، قلبه بقى ضعيف وجاله السكر اللي أثر على نظره، فقرر يرجع مصر ويقعد مع عيلته. العيلة كلها فرحت جدا برجوع عاطف، لأن شهر رمضان كان قرب. وفي تالت يوم رمضان فجأة عاطف وقع على الأرض بعد الفطار. نسرين صرخت والجيران دخلوا خدوه جريوا على المستشفى، والدكاترة قالوا إنها جات له أزمة قلبية، وبكده مات عاطف واتدفن. بس مات إزاي وليه؟ ده اللي هنكشفه دلوقتي. الكل كان حزين، واللي أكتر من الحزن حالة الصدمة اللي كانت باينة على نسرين. كل قال مسكينة بقت أرملة وهي لسه صغيرة، لكن الحقيقة كانت ألعن من أي حد يتصور. بعد أيام من العزا بنتها كنزي سمعت مكالمة بالصدفة، أمها بتضحك وبتقول خلاص الموضوع عدى ومحدش شك في حاجة. البنت اتصدمت وراحت تبلغ الشرطة باللي سمعته. الشرطة اتحركت على بيت نسرين وتم القبض عليها للتحقيق. التحقيق بدأ والصدمة ظهرت، رسائل وصور فاضحة بينها وبين وائل السمسار. النيابة أمرت إن هي تخرج جثة عاطف وتعرضها على الطب الشرعي للتشريح، والطب الشرعي هنا أكد إن في جرعة كبيرة من المنشطات الجنسية والمهدئات، ولما واجهوها انهارت واعترفت. نسرين قالت في التحقيقات أنا ما كنتش بحبه، فرق السن كان حاجز بيني وبينه، ووائل دخل حياتي في الوقت اللي كنت محتاجة فيه حد يسمعني. ومن هنا بدأت العلاقة، وبعد ما استقرت معاه قررت تتخلص من جوزها عشان تعيش مع عشيها براحتها. والخطة كانت إن وائل يجيب لها منشطات جنسية، وقال لها ده الحل اللي هيخلي إن محدش يشك فينا. جاب لها 12 قرص منشط وأقراص منومة، وقسمتهم على 3 أيام في رمضان. اليوم الأول أكلة سمك وحطت له فيهم 4 أقراص، وتاني يوم نفس السيناريو، وتالت يوم آخر 4 أقراص كانوا موجودين مع حبيتين منوم. وفي اللحظة دي عاطف وقع وما ماتش من المرض، مات من خيانة أقرب الناس ليه. بعد التحقيقات والاعترافات النيابة أمرت بالقبض على وائل، وفعلا تم القبض عليه وبدأت التحقيقات. وطبعا هو في الأول أنكر، لكن بعد المواجهة بالرسائل والصور اعترف، وتمت محاكمتهم في 10 مارس 2020، واتحكم عليهم بالسجن المؤبد لنسرين اللي كانت الهانم، والوائل اللي كان مجرد سمسار. الخيانة مش بس جريمة في الأخلاق، الخيانة ممكن تبقى جريمة قتل. وأكتر حاجة توجع إن الطعنة مش بتيجي من غريب، دي ممكن تيجي من أقرب حد ليك. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، شايفين إن الحكم بالمؤبد كان كفاية ولا المفروض كان إعدام؟ ربنا يرحم عاطف ويصبر أهله ويكون في عون ولاده. واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. سلام عليكم.